بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في هذه الحلقة في واحد مصري اسمه محمد المصري أو بابا المصري. الراجل ده طالع بيقول إن هو عايز يمنع الحج والعمرة لمدة 3 سنين. ليه؟ علشان خاطر الحج والعمرة دول بيستهلكوا دولار مننا وإحنا في أزمة اقتصادية. لكن الغريب إنه تناول الموضوع مش عارف وتوصيفات للحج وللعمرة. الأول بس نسمع كلامه ونعلق عليه. احنا كل سنة في أكتر من 500 ل 600 ألف مصري بيروح يعمل حاجة اسمها عمرة، وتقريبا يعني ساعات بيبقوا 100 ل 200 أو 300 برضه يعملوا حاجة اسمها حج. عدد المصريين اللي الأول قبل ما تكمل يا أستاذ محمد، مش عارف كم ألف بيعملوا حاجة اسمها عمرة. حاجة اسمها عمرة. العمرة دي مش شعيرة إسلامية، يعني حاجة اسمها انت بتسميها عمرة يعني كده، يعني مثلا انت اسمها عمرة، بيقول لك اسمها عمرة. وحاجة اسمها حج، والحج ده مش فريضة على كل مسلم، طبعا قادر مستطيع يعني كده. حاجة اسمها، شوفوا بس التناول والكلام، يعني مصطلحات يعني غريبة جدا. حاجة اسمها، مش مثلا يقول لك في مصريين بيروحوا يعملوا عمرة، في مصريين بيروحوا يعملوا حج، ويتناول الموضوع بأدب وباحترام حتى في تناول المصطلحات الشرعية. صح ولا لا؟ ده المفترض يا استاذ محمد، انك تتعلم ادب التخاطب او ادب تناول المصطلحات الشرعية كل ادب واحترام. مش حاجة اسمها حاجة اسمها يعني الناس بتعملها كده زيادة، حاجة من عندها ترفيه يعني، ولا دي حاجات شرعية شعائر إسلامية؟ يعني المسلم بيروح طبعا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يعني مش بيروح بيتفسح، يعني مش رايح شرم الشيخ ولا رايح الساحل الشمالي ولا رايح يتفسح في أوروبا ولا في تركيا ولا في حتة تانية يعني. ماشي، نكمل معاه ونشوف بقية كلامه إيه. يروحوا سنويا يعملوا حج وعمرة، يعني من حوالي 800,000 إلى مليون مصري. طبعا انا عاوز اقول لحضرتك النهارده ان الحج والعمره بقى ارقام فلكيه، وان الموضوع بقى بيزنس يعني لا تتخيله، وان اللي معاه فلوس بس ومعاه فلوس ومرتاح قوي هو اللي هيقدر يروح يعمل حج سياحي ومش حج سياحي. احنا بنتكلم على اسعار فلكيه. الحج مش سياح. الحج ده مش سياح، مش حاجه اسمها حج سياحي وحج مش عارف ايه. كلمه الحج سياحي دي، الحج سياحي بالنسبه للحاج نفسه اللي بيحب يروح يحج، بيحج على حسابه او تبع القرعه اللي يعني تقرع في مصر. بيطلع ناس من الحجاج بتقع عليهم القرعه، بيروحوا بمصاريف مخفضه، بيدفعوا فلوس للدوله، والدوله هي يعني بتوديه بمصاريف يعني قليله عن اللي هو بيروح لحسابه، اللي هو اسمه حج سياحي. يعني ايه؟ مش رايح يتفسح، ده هو رايح يؤدي فريضه او رايح يؤدي سنه العمره يعني. تمام، العمره سنه والحج فريضه. فالحج السياحي اللي هو الراجل اللي ما بيطلعش حسب القرعه اللي بتعملها الدوله عشان يطلع، مش على حساب الدوله انما بمصاريف مخفضه او فلوس مخفضه عن المصاريف اللي بيدفعها الحاج السائح، يعني بنسميه حج سياحي يعني. ادي كل الحكايه، مش رايح يتفسح، ده رايح يأدي فريضه. نكمل بس ونشوف بيكمل بيقول ايه. باسعار النهارده انت عشان تروح تعمل حج ولا عمره انت معاك 10,000 دولار. يعني لما تيجي تحسبها باكلك وشربك وطيرانك واقامتك ومش عارف مين وبتاع مين، لا احنا بنتكلم في يعني من 5 ل 10,000 دولار. 5 ده بالميت لحد 10,000 فيما فوق بقى. لو مليون مصري كل سنه بيطلع منهم 10,000 دولار، معنى كده ان المليون مصري دول لو ضربتهم في 10,000 تقريبا يديني 10 مليار دولار في السنه. 10 مليار دولار في السنه بيطلعوا في وقت واحد. خد بالك عشان بعض ممكن يقول طب ايه يعني الناس اللي بتسافر في اي بلد ثانيه، لا انا بتكلم ان كلهم في وقت واحد او في اوقات واحده. سبحان الله يا اخي، ما هو الحج ده وقت واحد، ولا نعمل حج في ذي الحجه وحج في ذي القعده وحج في شوال وفي رمضان؟ هو الحج اشهر معلومات. الحج ما ينفعش غير في شهر معين وايام معينه في وقت واحد. نعمل ايه؟ العمره ممكن طول السنه انت تعمل عمره، مفيش مشكله، لكن الحج ده ضروري بيبقى في وقت واحد للعالم كله. غريبه يعني.
الوقت دوت بيحصل ضغط وشفط لكل العمله الاجنبيه في مصر، ويعني مع كل الاحترام انت بتنفع حبايبنا اللي هناك. انت بتنفع حبايبنا اللي هناك. انت اكتر دوله عربيه، انا اسف، ناطقه بالعربيه وسط المحيط المهبب ده بتطلع حج وعمره. مصر الاولى في العمره في المنطقه دي. انت بتقول انت بتنفع حبايبنا اللي هناك، ايه يعني بنفعهم؟ خليهم هم بيستفيدوا، وربنا جعل الحج ده يعني هم كمان بيقوموا على تنظيم الحج ونفقات الحج. وبعدين ايه قصه انت بتنفعهم؟ طيب ايه المشكله يعني؟ انا ايه علاقتي بان هم بيستنفعوا؟ انا علاقتي ان انا بأدي فريضه، هم يستفيدوا او ما يستفيدوش ده مش قضيتي. لكن انت عندك نيه مبيته انك ما تنفعهمش. طب ليه؟ يا سيدي حتى لو انت ما بتنفعهمش، فالمسلم بيستفيد انه بيأدي الفريضه دي، يعني مناسك او يعني فرائض او فريضه على المسلم، هو يستفيد دينيا وشرعيا، طاعه لله عز وجل فيها استفاده للحاج نفسه او للمعتمر. هم يستفيدوا او ما يستفيدوش ده موضوع اخر. انت مش عايز تنفعهم ان تمنع الحج والعمره يعني؟ انت مش عايز تنفعهم ليه يعني؟ عايز افهم يعني ليه. طيب ما انت عندك ناس كتير جدا مصريين، عندك ناس كتير جدا مصريين بيستفيدوا هناك برضه، يعني في دول الخليج. يعني خلينا منصفين وخلينا نقول الكلام الحقيقي. صحيح محدش بيشحتهم، صحيح بيشتغلوا بعرقهم، لكن صحيح برضه ان هم لقوا فرصه عمل في الخليج ومش لاقيينها في بلدهم. وده شيء يعني كتير جدا من المصريين كده مش لاقيين فرص عمل في بلدهم ولاقيين فرص عمل في الخليج. وفوق ده كله زياده على ذلك ان هم يدروا او بيجيبوا دولارات كتير جدا للبلد، بل يعني مئات المليارات بتيجي لمصر من تحويلات المصريين في الخارج، واكثرهم والغالبيه العظمى من المصريين في الخارج في دول الخليج. الناس دول بيحولوا دولارات كتير جدا جدا. فلو انت مش عايز تنفعهم، فيعني طبعا انا بقول الكلام يعني ايه عشان بس يبقى يفهم، يعني عشان ابقى افهمه ان ممكن التانيين برضه يقول لك احنا مش عايزين ننفع مصر. انت فاهم ازاي؟ يبقى التانيين يقولوا ايه؟ احنا مش عايزين ننفع مصر، يعني ايه؟ نستغني عن العماله المصريه. انت ساعتها بقى تعمل ايه؟ معلش يعني معلش، مين اللي اتضر اكتر؟ فهذا يعني هذا الاسلوب وهذه الطريقه وهذا التفكير، ده تفكير يعني سامحني يعني في اللفظ، ده تفكير في منتهى الغباء. يعني وليه الحقد ده يعني؟ عايز افهم يعني. احنا هناك اختلافات سياسيه مع سياسات الدوله، والدوله ده نظام مش هو الشعب ومش هي الدوله. يعني برغم انت ممكن تنتقد السعوديه وتنتقد الامارات وتنتقد اي دوله في الخليج، لكن ده مش عن حقد او مثلا الواحد يتمنى الضرر لهذه البلاد، لا نتمنى لها الخير. وانت تتحفظ او تنتقد، انا مش بتكلم عليك انت، يعني اي حد يعني بينتقد السعوديه او الامارات او اي دوله خليجيه، لكن في النهايه يتمنى الخير، انتقاده للمصلحه. من تعديل سياسات بعض الدول انت شايفها مش في مصلحتك، سياسات مثلا وده سياسات انظمه مش سياسات شعوب، يعني الشعوب مالهاش اي علاقه بالكلام ده. فانت في النهايه يعني المنفعه متبادله، وانت منفعتك اكتر من منفعتهم. يعني انت لو ما حجتش يعني ايه اللي هيجرى يعني؟ ايه اللي هيحصل لهم يعني؟ يعني هيبطلوا الحج مثلا؟ خلينا واقعيين بس في الكلام. التحويلات العاملين في الخارج المصريين كتير جدا جدا، ومصر تستفيد منها، بل ان هو اكتر دخل للعمله الاجنبيه الدولار هم المصريين في الخارج وخصوصا في الخليج. ايه عشان ما تنفعش حبايبنا هناك يعني؟ ما تنفعهمش ليه؟ وبعدين انت هنبطل الحاج عشان ما ننفعهمش؟ احنا مالنا وما يستنفعوا، يستفيدوا ما عندناش مشكله، هذا رزق الله لهم، لا نحقد عليهم ولا اي شيء. لكن احنا يعني المواطن الحاج بيستفيد بالحج باداء العمره، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ان ربنا جعل عندهم مكه والمدينه، هنعمل ايه يعني؟ نعمل الكعبه يعني في سينا زي ما بعض المتخلفين اللي بيقولوا، بعض العلمانيين والليبراليين والرافضه اللي عملوا كعبه في كربلاء والكلام الفارغ ده؟ يا اخي انا عايزك ترتقي بس شويه وتطلع الحقد اللي في قلبك
وهذه ده مش في صالح حد بصراحه. يعني انا اتكلم بكل صراحه وكل حياديه، مع انها يعني بكل انصاف اقصد. هذا كلام غير صحيح، وكلام يعني يملأه الحقد على الفاضي. ما اعرفش ليه. نكمل بس كلامه وبعد كده نعلق عليه. الرابعه على مستوى العالم، وفي الحج برضه هتلاقي نفس المرتبه دي. طب انا ليه كل سنه يطلع من عندي ما يقارب من 5 ل 10 مليار دولار في وقت زي دوت؟ ما هي الفلوس دي يا حبيبي ال 10 ال 5000 دولار ولا الدولارات اللي بتطلع دي اصلا الناس بيشتروها. مش شرط بيشتروها من البنك، احيانا بياخدوها من السوق السوداء اللي موجوده يعني، احيانا يعني. وده الغالب يعني، ان هم بيحصلوا بيروحوا يشتروا دولارات عشان يسافروا بيها، او بيشتروا ريالات سعودي. انا عارف انا بقول لك ايه، ما بيشتروش دولارات. اغلب اللي بيروحوا يحجوا او بيعملوا عمره بيغيروا ريال سعودي مش دولار. ولو فرضنا دولار ده في السوق، يعني هم ما خدوش من البنك المركزي الدولارات دي. طب انت لما انت بتفكر ان الدولارات دي تمنعها انك تروح هناك والدولارات دي تطلع، ما بتفكرش ليه الدولارات اللي بيحولوها هي بتخش برضه السوق المصري وبتخش البيوت المصريه وبتروح البنك او ما بتروحش، بتخش يعني بتبقى في السوق المصري. اشمعنى يعني؟ ليه يعني؟ ليه كده؟ مش عارف يعني، سبحان الله يعني. كمل. وفي وقت واحد انا اقترح ان احنا نعمل قرار ان يتمنع الحج والعمره لمده 3 سنين من دلوقتي. ما شاء الله عليك، انت بتقترح. طب ممكن تقول لحضرتك مين يعني عشان تقترح؟ معلش يعني احترامي ليك يعني، ممكن تقول لحضرتك مين تقترح؟ اقتراحك ده ايه؟ انا يعني الاقتراح ده انت درست ابعاده؟ يعني انت ممكن تقول انا من رايي، او يعني رايك يعني لا يعتد به ولا تمثل المصريين ولا اي شيء. انت بتقترح على الناس تمنع عن الناس الحج والعمره عشان خاطر في حاجه في دماغك. حاجه غريبه جدا. تبطل وبعد كده هيقول لك ايه كمان؟ هيجي يقول لك ايه؟ يقول لك ده لمن استطاع اليه سبيلا. طب انا مستطيع، انت تمنعني ليه؟ يعني كانك انت عايز الدوله تمنع فرض من فروض الله، تمنع شعيرا من شعائر الله. يعني انت بتحرض كده، او انك تقترح انك تمنع المسلم ان يؤدي فريضه من فرائض الله. ما انت كانك بتمنعه عن الصلاه، كانك بتقول له لا ما تصليش في ال3 سنين دول عشان الصلاه هتكلفك. يعني نفس القياس بالظبط. طب لو الصلاه هتكلفنا بلاش. انت ممكن بقى تقول والله المساجد، بعد كده تطلع تقترح ان المساجد بتستهلك ميه وتستهلك كهرباء وبتدفعها وزاره الاوقاف ومش عارف ايه، وبعدين المصلين بقى ايه يبطلوا. احنا في ازمه اقتصاديه والمصلين يبطلوا 3 سنين الصلاه عشان بس ايه؟ نوفر ثمن الكهرباء ونوفر ثمن الميه ونوفر مش عارف ايه، ونوفر كمان وبالمره كمان نسرح بقى العمال والمؤذنين ومقيمي الشعائر في المساجد. ليه؟ لان احنا في ازمه. مش ضروري يصلي في البيت، يعني يمكن دي تلاقي لها صرفه تصلي في البيت. صلوا في البيت بلاش المساجد. ولكن الحج بقى تقول ايه؟ حجوا فين بقى؟ نحج فين؟ ونأدي فريضة العمرة فين؟ قصدي يعني شعائر، يعني سنة العمرة فين؟ ايه يا عم الحاج بتتكلم في ايه بس؟ انت ايه يعني بيجي لك كده يعني حاجة كده تقوم تطلع كده تهرب بما لا تعرف؟ كمل. بمنتهى البساطه كده. بمنتهى البساطة طبعا. بالنسبة لك انت ممكن ما تعرفش قيمة يعني ايه الحج، ما تعرفش يعني قيمة يعني ايه هذه العبادة الجليلة، فرض وركن من أركان الإسلام ال5. تعرفش، عشان كده تقول ببساطة تقترح هذا الاقتراح. اقتراح يعني عايز أقول يعني في منتهى السذاجة، في منتهى أنا لا، الإنسان ممكن أحيانا يحسب نفسه حاجة يعني، فيقعد بقى يعني يهرب بما لا يعرف ويتكلم بقى وخلاص. يلا توكل على الله، اتكلم بس اتكلم، أو اهري زي ما بيقولوا الناس يعني. يمنع الحج والعمره لمده 3 سنين من دلوقتي، حاجه لمن استطاع اليه سبيلا. حلو قوي، حاجه لمن استطاع اليه سبيلا. حلوه، انا مستطيع. طب تمنعني ليه؟ انا مستطيع تمنعني؟ لا تقول لي انت بتاخد دولار، لا انا باخد ريال وما باخدش ريال منك وما باخدش دولار منك، حتى لو خدت منك. طب ما تبص بقى للي بيجي للبلد من البلد اللي انت رايحها اللي انت عايز ما تنفعهمش. انا حاجه غريبه والله يا اخواني. انا بتكلم كلام والله يعني. المساله لا تعدو ان الانسان يكون منصف.
كتير انا بطلع انتقد السعوديه كتير، وده يعني ناس كتير جدا بتزعل مني، لكن في حق لازم انا اقوله. وانا بنتقدها مش عشان بكرهها، انا بنتقدها لان هي عايزه تبقى احسن. بنتقد اشياء مش عاجباني انا حر، مش معنى كده انا بكرهها وما احبلهاش النفع، لا والله. نتمنى لهذه الدول ان تكون في اعلى عليين، هذا شيء يعني يسعدنا ويشرفنا كمان لانهم مسلمين، بعيد عن العروبه، وبعيد عشان ما تقوليش اصلا العروبه لا سيبك من الكلام ده كله، انا بتكلم عن الاسلام الذي يجمع العربي والاعجمي فقط. كمل. البيت اولى من الجامع. انا البيت اولى من الجامع، مين قال الكلام ده؟ عايز افهم انا. ده مثلا طبعا قالوا مش عارف بني علمان ولا ايه، البيت اولى من الجامع يعني يقول لك اللي عايزه البيت محرم على الجامع، مين اللي قال الكلام الفارغ ده؟ ايه البيت اولى من الجامع؟ طب ما نقسمه ويصلوا. وبعدين يعني هو وانا لما ما طلعتش وفرت دولار لمصر، انا بقول لك من غير عمله، من غيرها ريال، ما بنغيرهاش دولار يعني. النهارده في ازمه عمله صعبه، انا ليه اطلع من عندي 10 ولا 5 مليار دولار سنويا وادفع بيها فين؟ برضه مصر ان ينفع بها غيره، ليه يطلع؟ طيب ما التحويلات كلها اللي بتيجي من الخليج دي ايه؟ مش دولارات برضه بتتحول من الخليج وبتيجي تطلع من الخليج وبتيجي مصر؟ هم ممكن يقول لك والله يعني ليه ننفعهم برضه؟ صح ولا لا؟ فبلاش السكه دي، مش السكه دي مش في مصلحتنا، ومش بقول في مصلحتنا يعني ان انا لا، ده حقيقي ليست في مصلحتنا الكلام اللي انت بتقوله، وخصوصا اذا منعت الحج والعمره لهذا السبب. يعني انا ممكن اتكلم كلام يكون كلام موزون، انا امنع الحج والعمره اذكر سبب ان ما عندناش عمله صعبه، فده غصب عني. لكن لما انا اذكر ليها نفع دوله ثانيه، يبقى هنا حقد على الدوله الثانيه، وبعد كده ده يبقى عداء على الدوله الثانيه وانا مش عايز انفعهم. يبقى اذا منع الحج والعمره هذا انجاز طبعا لا يجوز. اللي بيقدر بيطلع على حسابه، ما بيطلعش على حساب حد. اي مواطن مصري او غير مصري بيطلع يروح يحج على حسابه، مش على حساب الدوله اللي هو عايش فيها. انت فاهم ازاي؟ فانا على الاقل لو انت راجل يعني اعلامي وطالع بقى تتكلم وطالع تشكل وعي وكده، يكون كلامك ما يضرش، على الاقل تبقى يعني خبيث شويتين، او مش خبيث بالمعنى، يعني تكون فاهم، تكون لبق في الكلام، تطلع تقول والله احنا عندنا ازمه في العمله الصعبه، ما فيهاش حاجه لو احنا منعنا العمره والحج مثلا 3 سنين ولا 5 سنين مثلا، يعني مثلا انا بقول المفترض كنت تطلع تقول حتى يكون كلامك مقبول نوعا ما، وتسبب هذا الكلام باسباب مش عدائيه، تقول والله احنا ما عندناش عمله صعبه، واحنا ظروفنا صعبه، واحنا نحاول ان احنا نوفر عمله صعبه، ويعني كده يعني ان شاء الله، فاهم ازاي؟ ودي ضرورات واحنا غصب عننا والكلام ده كله. لكن ما تطلعش تسبب هذا الاقتراح اللي انت بتقترح، الاقتراح الهلامي ده الذي يعني لا يقبله عقل اصلا، تطلع تسببه او تبرره بان يعني انك انت مش لازم تنفع الدوله الثانيه دي، تنفع حبيبي. فلو انت ذكرت هذا السبب ان تنفع الدوله، يبقى انت بقى بتعلن العداء ومش عايز الدوله دي تستنفع، فانت بتحاول تمنع النفع عنهم او تمنع الاستفاده عنهم، وده عداء حقيقي، كانك بتحاول قطع، ما حدش بيقطع ارزاق حد طبعا، الارزاق عند الله سبحانه وتعالى، لكن يعني بتحاول انك انت تمنع مصدر من مصادر الدخل للسعوديه، فانت بتمنعه، يبقى ده حقد بقى وعداء، ولا ده احتياج للدولار؟ المفترض كنت قلت لا والله احنا محتاجين، وعندنا ما عندناش عمله صعبه، ما عندناش وفره في العمله الصعبه، فاحنا ممكن نمنع الحج مثلا والعمره سنه او سنتين، او على الاقل تقول نمنع العمره، بلاش الحج، العمره طول السنه، لكن الحج مره واحده في السنه. يكون السبب معقول ممكن كلامك يكون مقبول. اما انك تقول ان السبب ان ليه ننفعهم، يبقى ده عداء بقى وحقد بقى، وده غير مقبول. نحن لسنا اعداء لا للمملكه العربيه السعوديه ولا للامارات ولا لدول الخليج ولا لاي دوله عربيه واسلاميه، احنا مش اعدائهم. ننتقد سياساتهم نعم، نختلف معهم نعم، لكن لسنا اعداءهم ولا هم اعدائنا، هم اخواننا في الدين، هذا قولا واحدا. وهذا الكلام لا اجامل به احد، واللي متابعني عارف الكلام ده. انا في الحق حق، ولا اخشى في الله لومة لائم، هذا فقط.
كمل. وفي كل ليه؟ 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 فوضى الحج والعمره والنصب والدين والبيزنس دوت بيزنس. أعوذ بالله، أعوذ بالله من كلامك يا أخي، أعوذ بالله من كلامك. ليه فوضى الحج والعمرة فوضى والدجل بقى الحج والعمرة دجل؟ والله إنها كلمات يعني تخر لها الجبال هدا. الحج والعمرة بقى الدجل؟ هل هذا كلام يخرج من عاقل يعرف ما يقول؟ الحج والعمرة دجل؟ ليه هذا الكلام؟ انت فاهم انت بتقول ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. دجل وبزنس. ممكن يكون بزنس بالنسبة لهم بيستفيدوا يعني شغل. ممكن يكون بزنس لشركات السياحة في مصر بيستفيدوا طبعا، بيشتغلوا ويرزقوا. ممكن يكون بزنس، لكن للمعتمر أو للحاج ليس بزنس. وإنما هذا طاعة لله، فريضة يؤديها، طاعة لله، يتقرب بالحج والعمرة إلى الله، يرجو أن يغفر له ذنبه، يطع الله، يقضي ما عليه من فرض فرضه الله سبحانه وتعالى وهو من أركان الإسلام الخمسة. لا استغفر الله من هذا الكلام. دجل وشعوذة. حج والعمرة بقى دجل وشعوذة. لا حول ولا قوة إلا بالله. اقسم بالله العظيم بقى بيزنس. شركات السياحه هنا برضه بتعمل بيزنس، فهم كلهم عصابه واحده. برضه عصابه واحده بينصبوا يعني على الناس اللي بيروحوا يحجوا، بيودوهم في حته ثانيه من غير مش في الحج يعني ربنا ما فرضش الحج وهم بيضحكوا على الناس بيقولوا لا ده ربنا فرض الحج عشان يعملوا بيزنس مع بعض. عصابه في السعوديه، عصابه في مصر، شركات السياحه في مصر عصابه مع السعوديه اللي عندها الكعبه وعندها المسجد النبوي، الناس بتروح تحج وتعتمر وتزور النبي عليه الصلاه والسلام. بقى دول عصابه مع بعض. بيزنس يعني ازاي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. ربما هم بيزنس، لكن الحاج والمعتمر بيزنس بالنسبه له. ممكن يكون بيزنس مع ربنا سبحانه وتعالى، يتاجر مع الله، وهذه هي التجاره الرابحه. اتق الله فيما تقول، اتق الله. هذا كلام غير يعني هذا كلام لا يخرج من إنسان يعني يعي ما يقول. يعني حاول ترتقي بكلامك وبألفاظك ومصطلحاتك، ويجب أن تتعامل مع الأشياء الشرعية بكل أدب، وأنك يعني تكون وقور، ويكون في وقار واحترام لتناول المصطلحات الشرعية وهذه المسائل. يعني بداية أنت سببت المسألة بأن هي ما عندناش دولار وما ننفعش الناس التانية. طب قول ما عندناش دولار واسكت. خبي على الحقد الأسود اللي في قلبك، خبي. وبعدين تقول على الحج والعمرة شعوذة وتقول عليها بيزنس. لا حول ولا قوة إلا بالله. دجل. انا اعمل على الحج والعمره لمده 3 سنين يا عم لحد ما اظبط نفسي واظبط اقتصادي، وانت مش هتموت يعني ما تروحش حجيت ولا عملت عمره. ده كده لمن استطاع اليه سبيلا. طيب مش هيموت لما يعملش حج وعمره، بس انا قادر. انت بتقول لي من استطاع اليه سبيلا، بترد على نفسك يعني. طب انا عندي استطاعه اطلع اعمل عمره دلوقتي واعمل حج، ما اطلعش ليه؟ تمنعني ليه انت؟ انا ما باخدش منك دولار، ولو خدته في كتير جدا بيجي غيره. وبعدين كل الشيء يعني نمنع طاعة من طاعات الله، نمنع فريضة من فرائض الله عز وجل عشان خاطر الفلوس. طب ممكن ربنا ما يبارك لناش فلوس ولا يعطينا، الله هو الرزاق. لكن في ناس ما بتؤمنش كده، في ناس ما عندهاش فكرة عن كده. في ناس بيقولوا لك لا يؤمنون بأن الله رزاق وأن الله هو الرازق، أن الله سبحانه وتعالى يعني يقول تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فهذه مصيبة كبيرة. الكلام اللي بيتكلم بيه ده كلام غريب جدا. دي أولويات. فأنا بعمل اقتراح اهوت وأتمنى يعني إن حد يناقشه. يا جماعة وقفوا الحج والعمرة لمدة 3 سنين. مش هقول لك سنة كمان، لا أنا بقول لك 3 سنين عشان تظبط نفسك صح.
توفر دولارات بالهبل في مصر. ثانيا لا مؤاخذة يعني جحا أولى بلحم طوره. ثالثا مش هندفع حد غيري ويعايرني ويقول لي أنا مش لاقي آكل وأنت اللي بتعملي. سبحان الله برضه. ثالثا مش هندفع حد غيره وبعد كده يعايرني ويقول لي مش لاقي تاكل. حتى لو عايرك ده من أخلاقه، ده من أخلاقه. واللي انت فيه مش هو السبب فيه، انت السبب فيه. يعني انت ليه بترمي مصيبتك على غيرك؟ حاجه غريبه جدا جدا بصراحه. انا مش هدفع غيري. طب ما انت اصلا بتستفيد من غيرك، وانا قلت الكلام ده. اكبر استفاده انت بتستفيدها من الخليج اللي هي تحويلات العاملين في الخليج، مهندسين ودكاتره واطباء وممرضين وعمال وحرفيين كتير جدا بيشتغل هناك، كتير جدا فاتح بيوت في مصر، كتير جدا ما لقاش فرصة عمل في مصر فخرج لقى فرصة عمل، لقى في دولة بتقدم له فرصة عمل. كتير جدا، كتير جدا. في ناس ما كانتش لاقيه تاكل وظروفها وحشه في مصر وطلعت ربنا كرمها ورجعت عملت مشاريع واشتغل. كل ده مش استفاده للبلد؟ ولا هندفن راسنا في الرمل زي النعام وما نقولش الحقيقه ونقعد بقى؟ لا يا اخي، خليك منصف مره، خليك عندي يعني فكر في الموضوع. يعني ده اكبر دليل على انك انت تعرف بما لا تعرف، اكبر دليل على انك انت مش عارف انت بتقول ايه، واصلا انت شغال ضد نفسك وضد البلد. انت كلامك ضد البلد مش مع البلد. ده اكبر دليل انك انت مش فاهم حاجه فعلا، اكبر دليل انك انت مش عارف حاجه وعمال تتكلم كده وبيغرك بعض الناس اللي متابعينك وعمالين بس يعني يمدحوا فيك بالكذب. يعني دول بيضحكوا عليك، انت فعلا ما انتش فاهم. يعني احنا لو اديناك دراسه زي كده وتقول ده قرار سيء جدا للغايه، خصوصا يعني انك انت بتقول هذه الاسباب. تظبط نفسك ايه بس؟ نفع. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. هذا يا اخواني انا بس حبيت ارد عليه او اعلق على كلامه. انا خطابي موجه للمصريين ان مثل هذا الاعلام ومثل هؤلاء الذين يعني يبثون سمومهم في عقول المصريين وتدخيل للوعي وتقليل من وقار الفرائض ووقار الشرع في قلوب المسلمين، حتى انه هو مستعد يعمل اي شيء، ما عندوش مشكله، يمنع حج، يمنع عمره، يمنع صلاه، يمنع زكاه، يمنع صوم، يمنع. المهم ان في حاجه هو عايزها، وده احيانا ما يبقاش ده الهدف بالظبط. لا، الحاجات دي كلها بتبقى وراها حاجات، وما وراء الأكمة ما وراءها، وداخل القلوب لا يعلمه إلا الله، ولكن ظاهر القول ولتعرفوا في لحن القول. هذه مسائل خطيرة جدا، وده احنا بنحذر من مثل هؤلاء الناس اللي هم بيقولوا أفكار غريبة جدا وبعيد عن المنطق والواقع. ولو قعد مع نفسه شوية يفكر ويعيد الكلام ده، وانت ما كنتش عمل حاجة زي كده، ما كنتش طلع عن المقطع زي ده بصراحة جدا. يعني يوغل قلوب الناس وإثارة الفتن بين الشعوب. عموما احنا مش بنتكلم يعني احيانا لو حتى ان الدول دي ما بتقفش معانا او هتقف معانا او مش هتقف معانا، ده مش موضوعي، لان انا تقف زي ما تقفش عادي جدا، مفيش مشكله. يقف شكرا، ما يقفش برضه مفيش مشكله، نعرف ان نعتمد على نفسنا. موضوع اخر ان شاء الله نتكلم فيه بعد كده. وانا بصراحه كنت عايز اعمل فيديو اخر، لكن حبيت يعني لا نؤجل، يعني لان هذا موضوع مهم وما حبيتش ان انا أجيله يعني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا ويهديه إلى سواء السبيل، وأن يؤلف بين قلوب المسلمين، آمين يا رب العالمين. وأن يعني يعيننا ويرزقنا لتأدية فرائضه سبحانه وتعالى. في آخر هذه الحلقة أسأل الله سبحانه وتعالى لمصر وللسعودية ولكل الأمة العربية والإسلامية، أسأل الله لهم الرخاء والاستقرار، وأن يرزقهم الله من حيث لا يحتسبون، وأن يمن الله سبحانه وتعالى بفضله ومنه وكرمه على هذه الأمة بالتأليف بين قلوبهم، وأن يجعلهم أمة واحدة، آمين يا رب العالمين. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.